خلف الشاشة تمجنين من عالم آخر. إلياس شاب كيدوز كتر من 12 ساعة قدام بيسي، كاسك وماوس وصوت الكلافي مسموع في البيت المظلم ديالو. العالم ديالو هو العالم الافتراضي، والهدف ديالو هو الهروب من الواقع اللي كيشوفه ممل، والهروب من المسؤولية اللي كتسناه برا. إلياس غادي يكتشف سيرفر ديسكورد. في البداية كلشي كيبان ليه كلين نقي، الناس كتهضر على الألعاب، مواضيع عامة، ولكن من بعد بدأ إلياس كيكتشف أن هاد السيرفر غير واجهة لشي حاجة كبر بزاف. مع الوقت بدأ إلياس كيلاحظ باللي السيرفر مقسوم بجوج طبقات، طبقة لصحاب النيترو وصحاب في اي بي اللي كيخلصوا ويخرجوا ويدخلوا عليك للشطاب بلا ما تعرف، ديكتاتورية هبكم. والطبقة الثانية هي اللي عندهم لي بروفيل عادي بحال شي سبرديلة بلا تقاشر. إلياس اكتشف أن السيرفر كيعتمد على السياسة السبان توكسيك. لقى بلي كاينين توكنات كيدخلوا في كل دقيقة يلوحوا ميساجات باش يبان السيرفر نشاط، ويخليو بنادم اللي داخل جديد يحس براسو وسط سوق الأربعة، فيضطر يشارك حتى هو. هاد التفاعل الوهمي هو اللي كيخلي السيرفر يطلع في الترتيب ديال ديسكورد ويجيب أعضاء جداد بحال إلياس. ولكن الحقيقة المرة اللي صدمت إلياس هي الاستنزاف السيكولوجي. لاحظ أن الإدارة ديال السيرفر كتعتمد دير الدراما بين الأعضاء، كيحرضوا شي على شي، كيخليو الخلافات تكبر وتولي سبان وتطيح باش الناس يبقاو عاصرين في السيرفر كيتسناو الفضيحة الجاية. كلما كانت الدراما طالعة كلما زاد الوقت والجلوس قدام بيسي، وكلما زادت احتمالية شي حد يخلص نيترو ولا يشري رول باش يحس براسو قوي وسط هاد السيرك ديال ولاد إلياس حس براسو بحاله ولا جزء من واحد الماكينة ديال التلاعب. لاحظ باللي حتى هو ولا توكسيك بلا ما يحس، كيدخل في المشاكل غير باش يثبت راسو. والنهار اللي طفل بيسي وحيد الكاسك شاف راسو في المراية، لقى وجهه ماشي وجه وعينيه ماشي عينيه. والأهم من هاد الشي حس باللي وقته اللي ضاع مرجعش، وباللي الناس اللي كان كيظنهم صحابو نهار خرج من السيرفر وبقى كيسول فيه حتى واحد. في ديك اللحظة إلياس عرف باللي ديسكورد ماشي هو العالم الآخر اللي كيقلب عليه، بل هو مجرد قفز رقمي كيبيع لك الوهم باش يربح من الوقت ديالك اللي هو أغلى حاجة عندك. واش كتحس براسك في شي سيرفر كياكل لك وقتك بلا ما ترد البال؟ تهلاو اخوتي.